بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الستورج اكسس، احنا خدنا الستورج واتكلمنا على التفاصيل بتاعتها وازاي نكريت الستورج اكونت، وقلنا ان احنا عندنا الكونتينر اللي هو البلوب ستورج، وعندنا الشير اللي هو الفايل شير، وعندنا الكيو، وعندنا التيبل. وقلنا احنا عندنا الاكسس ليفل بالنسبه للكونتينر اللي فيه جوه البلوب. قلنا عندنا هوت، وعندنا كول، وعندنا كولد، وعندنا الاوفلاين اللي هي الاركايف، وعندنا في الشير ان احنا عندنا هوت وكول وترانزاكشن اوبتمايز اللي هو بيعمل سويتش ما بين الاثنين. وقلنا ميزه الفايل شير ان هو بتعمله از ماب درايف على اي اوبريتنج سيستم، سواء ويندوز كلاينت او سيرفر، لينكس كلاينت او سيرفر، ماك او اس. كل ده تقدر ان انت تقدر تستخدمه، سواء هتستخدم الاس ام بي في الويندوز او الان اف اس في اليونكس بيزد سيستمز. كل ده اتكلمنا عليه وشرحناه. طيب احنا ازاي ناكسس الستورج؟ يعني ازاي نعمل اكسس للستورج؟ طيب هنا الستورج اكسس، اولا عشان اكسس الستورج في عندي اكتر من طريقه. الاولى اللي هي الاجر بورتال، زي ما احنا اشتغلنا. يعني ايه الاجر بورتال؟ يعني حضرتك بتفتح الاجر بورتال وبتبدا تدخل على الستورج اكونت، تدخل بقى على الكونتينر، تشوف البلوبس اللي انت مكريتها، وتبدا تعمل ابلود، تعمل داونلود، تعمل اديت، تعمل ديليت، تتشينج التير من خلال مين؟ من خلال الاجر بورتال. وطبعا تقدر تستخدم الاجر بورتال بيزد على الار باك. يعني انا اقدر ادي حد ستورج كونتريبيوتور او ستورج اونر على ليفل الفايلز او على ليفل الستورج اكونت في نفس الوقت، بس هو يدخل بايه؟ باليوزر نيم وباسورد من خلال الاجر بورتال دوت اجر دوت كوم، يدخل باليوزر نيم والباسورد بتوعه والميل اكونت والباسورد، يبدا ياكسس الستورج، يبدا زي ما احنا قلنا يعمل كل الترانزاكشنز على الستورج. طيب اقدر اكسس الستورج اكونت منين تاني؟ اقدر اكسس الستورج اكونت من خلال السي ال اي اللي هو الكوماند لاين انترفيس. تدخل كده حضرتك، بنعمل داونلود للاجر سي ال اي، هنبدا نعمل له داونلود، وبعد كده تعمل له سيت اب على جهازك، وتدخل من خلال الكوماند لاين تفتح السي ام دي اي زي لوجن، يبدا يجيب لك شاشه اللوجن، تحط اليوزر نيم والباسورد بتوعك، تبدا يخش، تبدا تختار السبسكريبشن بتاعك، تبدا تاكسس الستورج من خلال الكومنتس. ده هنعمله النهارده ان شاء الله. تبدا تدخل بيه من خلال الكومنتس عن طريق الايزي كوبي او الايزي ابلود، وتقدر تشتغل وتعمل ابلود وداونلود واديت وتعدل من خلال الكومنتس. طيب كمان الاجر شيل او الاجر باور شيل. من خلال الاجر باور شيل، من خلال البورتال بتاعنا، تدخل على الاجر باور شيل، تبدا كونكت للايزي لوجن، وتبدا تشتغل عليه من خلال الاجر باور شيل او من خلال الاجر شيل لو انت هتشتغل من على يونكس بيست. ايه تاني اقدر اشتغل؟ زي ما احنا قلنا من خلال الاس دي كيز اللي هي الايه، السوفت وير ديفلوبمنت كيتس. اقدر لو انا شغال مثلا دوت نت، انزل الاس دي كي بتاعه الاجر ستورج جوه عندي في الدوت نت، وابدا اكلم من خلال الميثودز اللي موجوده او من خلال الفانكشنز اللي موجوده اللي هي اوريدي بتاكسس الستورج، واقدر اديها الكونكشن سترينج. سواء بقى انت هتشتغل بقى على بايثون، هتشتغل على الحاجات بتاعت الدوت نت كلها، سي شارب، فيجوال بيزك، جي شارب، اي حاجه من الحاجات ديت، سواء هتشتغل جافا، بي اتش بي، كل حاجه ليها الاس دي كي بتاعتها، وتبدا تعمل داونلود وابلود وتعمل اديت من خلال الكود بتاعك. والحاجه الاخيره اللي هي الريست اي بي ايز، بيبقى معاك اي بي اي من خلال الجيت كوماندز، تقدر تحط الجيت وتبدا تحط اليو ار ال بتاعك وتبدا تاكسس الستورج. في حاجه اسهل بقى منهم كلهم، حاجه اسمها ايه بقى، ودي هنشرحها برضو، مايكروسوفت اجر ستورج اكسبلورر. مايكروسوفت اجر ستورج اكسبلورر. مين دول بقى؟ ايه المايكروسوفت اجر ستورج اكسبلورر دي؟ دي تول فري داونلودبل من مايكروسوفت. داونلود مايكروسوفت اجر ستورج اكسبلورر، سواء بتنزل على ويندوز، تنزل على لينكس، تقدر تعمل لها السيت اب بتاعك. بعد ما تعمل لها السيت اب، تقدر تكونكت باستخدام الاجر اكونت، تحط الميل اكونت وتدخل بتريجستر الاكونت بتاعك كله، فبيجيب لك كل الستورج بتاعتك. او تقدر تكونكت باستخدام
الاكسس كي، او باستخدام الساس الشيرد اكسس كي، او بالاستخدام الساس توكن زي ما هنبدا نشوف مع بعض دلوقتي، تقدر تاكسس الاستورج من خلالها. طيب ايه هي الليفلز بتاعه الاكسسنج؟ انا ازاي هاكسس الاستورج من خلال الكوماندز مثلا، او من خلال الاس دي كي؟ طب الاس دي كي ده هيديني الميثودز، فالميثودز دي مثلا عايزه كي، عايزه كونكشن سترينج عشان اوصل لها. طيب بنبدا نشتغل ازاي، او ايه الليفلز بتاعتها؟ اول حاجه، اول لما حضرتك بتاكسس الستورج اكونت بيديك حاجه اسمها اكسس كي، بيديك حاجه اسمها كي 1 وكي 2، ودي فيها كونكشن سترينج 1، وبرده دي جنبها ايه؟ كونكشن سترينج 2. طيب ايه الاكسس كي ده بقى؟ ده كي موجود على ليفل الستورج اكونت كله، بيدي فول اكسس على ليفل الستورج اكونت. يعني انا كريت ستورج اكونت اسمه زهدي ستورج، فزهدي ستورج ده بيدي اتنين اكسس كي. انا اديت الاكسس كي ده لشريف، شريف يقدر يكونكت على الستورج باستخدام الاكسس كي، النيمو الاكسس كي، يقدر يكونكت باستخدام الكونكشن سترينج اللي انا هديهوله. طول ما هو مع الاكسس كي ده وانا ما غيرتوش هو شغال، هو ليه فول اكسس على الليفل بتاع الستورج اكونت كله. فالاكسس كي ده حضرتك بتاخده تحطه في السوفت وير بتاعك، تحطه في الكونكشنز بتاعتك، تحطه في المكان اللي انت عايز تكونكت بيه على الستورج. اقدر احطه فيه مايكروسوفت ستورج اكسبلورر واكونكت عليه. طب ده بيعمل ايه؟ ده بيديك اكسس على الستورج اكونت كله بالكامل. يعني تدخل هتبقى شايف الكونتينر، وهتبقى شايف الشير، وهتبقى شايف الكيو، وهتبقى شايف التيبل، وليك فول اكسس عليهم كلهم. ده اللي هو الايه؟ الاكسس كي. طيب افرض الكي ده اتسرب، او حصل ليه مشكله، او حصل فيه اي حاجه، تقدر ان انت تعمل روتيت للاكسس كي، تغيره. ايه ده؟ طب ما انا لو غيرته، البرامج اللي انا شغال عليها والسوفت ويرز اللي انا شغال عليها ومديها الاكسس كي او مديها الكونكشن سترينج وانا شغال عليهم، ايه اللي بيحصل؟ المفروض ان في داتا بتحصل. طب اول لما هيتغير ده هيحصل دروب، هيقع. عشان كده هو مديك اتنين كي، تقدر تستخدم ده وتستخدم ده، في اثناء ما انت بتغير تقدر تستخدم التاني، او من خلال الكود بتاعك باف ستيتمنت تقدر لو ده مش شغال اشتغل على ده جوه الكود بتاعك. فده اللي هو الايه؟ الاكسس كي. فالاكسس كي هو بيديك اكسس كي على الليفل بتاع الستورج اكونت كله. طب انا مش عايز ده، انا عايز ادي اكسس حد على الكونتينر بس، وعايز اشيل منه مثلا الديليت، عايز اشيل منه ان هو يعمل ليست للفايلات اللي موجوده، يعمل ابلود بس، عايز اديله ريد بس، عايز اعمل مور كنترول على الحاجات بتاعتي، ومش عايز اديله على الليفلز بتاعت الاستورج اكونت كلها. هبدا هنا اروح لحاجه اسمها الساس، مش الساس بتاعت سوفت وير از سيرفيس، لا، حاجه اسمها ايه؟ شيرد اكسس سيجنتشر، اللي هي الايه؟ الساس. الشيرد اكسس سيجنتشر دي بيبدا يديك شويه ليفل، انت عايز على انهي سيرفيس يا باشا؟ انا عايز على الكونتينر والفايل شير. لا انا مش عايز على الفايل شير، انا عايز هديك على الكونتينر بس. طيب انت عايز على انهي ليفل تاني في البرميشنز بتاعتك؟ ريد، عايز رايت، عايز ديليت، عايز لا هشيل منه الديليت، لا هغير مش هشيل الديليت، هديله رايت، هديله ليست على حسب البرميشن اللي انت عاوزه. مش بس كده، ده انا عايز احدد اي بي ادريسيز معينه هي اللي يتم من عليها الاكسس ده، وبديله تايم معين الاكسس ده مفتوح. كل حاجه كنترول، مش مفتوحه بقى زي الايه؟ زي الاكسس كي الاولاني. كنترول، اقدر اديله الاكسس ده لمده يوم، لمده يومين، لمده سنه، واقدر اعدله واقدر اغيره في اي وقت، وخلاص وقفلنا ومدته انتهت وخلاص. بس ده بتختار بقى، انا عايز على الكونتينر، انا عايز على الفايل شير، انا عايز على ده، انا عايز على ده. طيب انت على انهي ليفل؟ انت عايز على ليفل الفايلات بس ولا على ليفل الاكونت كله؟ على حسب البيزنس بتاعك محتاج ايه، حسب البيزنس بتاعك محتاج ايه. وبيديك حاجه اسمها الساس توكن، بيديك حاجه اسمها الساس توكن. التوكن دي تاخدها تحطها في الكومنتس بتاعتك وتعمل ابلود باستخدام مثلا سي ال اي، او باستخدام الباور شيل.
الاذر بارشل، او باستخدام الاس دي كي. كل الكلام ده تقدر ان انت تشتغل عليه، ولكن اي تعديل في البرميشن، خلاص انا كنت مثلا مديله ديليت وعايز اشيله منه، فلا، لازم تعمل ساس جديد، شيرد اكسس سيجنتشر جديد. ليه؟ ما ينفعش تعدل وهو موجود، ما ينفعش تعدل عليه. يعني انا عملت الساس، عملت الشيرد اكسس سيجنتشر، خلاص مش هينفع نعدل عليه. فخد الكي اقدر اغيره بقى. وطبعا تقدر تعمله بيزد على كي 1 وعلى كي 2، بحيث لما تعوز تعدل خالص في الكي 1 فتعدل في الاثنين، فيبدا يعدل في الاكسس كي ويعدل كمان في الساس. طب انا عايز بقى مش كل ما اقعد اشتغل اقعد اغير. يعني انا عايز اعمل مثلا انا اديت لحد الاكسس كي، بس الاكسس كي ده انا عايز وقت معين اديله ديليت، وبعد ما اخلص الديليت اقوم شايل منه الديليت. عايز الاو اديت وعايز ديناي اديت، يعني عايز اقعد العب شويه فين في البرميشن. فعملوا حاجه اسمها ستورد اكسس بوليسي. ايه الاكسس بوليسيز دي؟ فيها نفس البرميشن اللي في الساس، فيها نفس البرميشن اللي في الساس، بس دي على ليفل الكونتينر، دي على ليفل الايه الكونتينر. طيب فيها نفس البرميشن، طب هتفرق ايه عن ده؟ بتفرق بقى ان انت من جوه الكونتينر وانت بتكرييت الشيرد اكسس سيجنتشر من جوه الكونتينر، بقول له البرميشن اللي انت هتديها له دي، او الاكسس اللي انت هتديه له ده، الكي اللي انت هتطلعه لي ده، هيبقى بيزد اون ساس. بيزد اون ايه؟ ستورد اكسس بوليسي. يعني انا هعمل كده جوه الكونتينر، هنشوفها دلوقتي مع بعض. تدخل على الاكسس بوليسي وهكريت اكسس بوليسي مثلا فيها كل البرميشنز بس ما فيهاش ديليت. حلو حلو، تمام. عملتها مثلا نو ديليت، سميتها كده، سميت الاكسس بوليسي دي نو ديليت. حلو. وبعد كده دخلت على الشيرد اكسس سيجنتشر بس من جوه الكونتينر. وانت بتكريت الشيرد اكسس سيجنتشر من جوه الكونتينر، هيبدا يقول لك في اختيار تاني كده بيزد اون ستورد اكسس بوليسي. هقوم مختار الاكسس بوليسي اللي انا ايه كنت مختار، اللي انا كنت عاملها قبل كده، واقول له كريت، هيديني ساس توكن تاني. بس الساس توكن ده مرتبط بمين؟ مرتبط بالستورد اكسس بوليسي اللي انا عاملها. فبالتالي انا خلصت وعايز اعدل البرميشن ده، فالراجل ده محتاج دلوقتي ديليت، فعايز اديله ديليت. مش هقعد بقى اعمل كي جديد، لا 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 لا، هقوم داخل على الستورد اكسس بوليسي اللي انا كنت عاملها، وادي الاو للايه؟ للديليت، واعمل سيف، هتبدا تسمع معاه. يبقى الشيرد اكسس سيجنتشر ده انا بكريته على ليفل مين؟ على ليفل الستورج اكونت كله. لكن الستورد اكسس بوليسي دي بتتم على ليفل الكونتينر. الستورد اكسس بوليسي دي بتتم على ليفل الايه؟ على ليفل الكونتينر. فالساس الشيرد اكسس سيجنتشر بدخل جوه الاكسس كي، تلاقي في عندك شيرد اكسس سيجنتشر، تبدا تختار الكونفجريشن بتاعتك بيزد اون الستورد اكسس بوليسي. لازم تدخل جوه الكونتينر، فهتلاقي الشيرد اكسس سيجنتشر بتاعه الكونتينر، وتبدا تكريت الستورد اكسس بوليسي. زمان كان الستورد اكسس بوليسي عشان تعمل لها كرييت، كانت دي لازم تعمل لها كرييت من مايكروسوفت ستورج اكسبلور. ما كانتش موجوده في البورتل من حوالي 3 او 4 5 سنين كده تقريبا، مش فاكر قوي، بس كنا لازم ندخل نعملها منين؟ من الستورج اكسبلور. دلوقتي لا، هي متاحه كله من خلال مين؟ من خلال الاجر بورتال. تبدا تكريت الستورد اكسس بوليسي من خلال الاجر بورتال. يبقى الاكسس كيز للستورج اكونتس في عندي ثلاثه. الاولاني حاجه اسمها الستورج اكسس كي. الستورج اكسس كي بيديك كي 1 وكي 2، كونكشن سترينج 1 وكونكشن سترينج 2. اللي معاه الكي ده ليه فول اكسس على ليفل الستورج اكونت بالكامل. يعني حضرتك انا اديتك الكي 1، من خلال الكي 1 ده واسم الستورج اكونت تقدر تكونكت عليه من خلال الستورج اكسبلور، من غير ما يبقى معايا اكسس ولا يوزر نيم وباسورد ولا اي حاجه خالص. انت هتاخد ده تدخل هنا على الستورج اكسبلور وتكونكت بيه، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. دوت بيبقى يديك فول اكسس على ليفل الايه؟ الستورج اكونت كله. يعني انا عايز حد يعمل ابلود لشويه بيانات من خلال الستورج اكسبلور، او هيعمل حاجه من خلال سوفت وير معين، فانا عايز اديله الكونكشن سترينج او هديله الكي، سواء بقى هو الاس دي كي عايز كونكشن سترينج او الكي من خلال مثلا الستورج اكونت ده من خلال الستورج اكسبلور. فهو هيعمل شويه ابلود، فبدل ما كريت له يوزر
عندي، او اخد الميل اكونت بتاعه واخليه جيست عندي في الانترا، وبعد كده ابدا ادي له اكسس على البورتال، فبالتالي ادي له اكسس على الاستورج خالص. هناخد الكي ده نديه له، اتفضل خلص الشغلانه بتاعتك. مشكلته ان هو ليه فول اكسس على الاستورج اكونت كله. طيب انا عايز اعمل مور كنترول، هنا هنروح لمين؟ للساس، شيرد اكسس سيجنتشر. شيرد اكسس سيجنتشر كل حاجه متقسمه. يعني انا عايز دلوقتي اختار ايه؟ عايز اختار على، هدي للراجل ده اكسس على الكونتينر وعلى الشير. لا مش هديله على الكونتينر، هديله على الشير بس. لا مش هدي على دول، انا هديله على الكيو وعلى التيبل. اي كان ان انا اختار اي سيرفيس انا عايزها. طيب في عندك بقى ريد وليست ورايت وديليت وليست، ليست يشوف الداتا بس، او يعمل ابلود. كل البرميشنز دي انا هبدا اختار البرميشنز اللي انا عايز اديها له، واشيل من البرميشنز اللي مش عايز اديها له. اقدر كمان اعمل مور كنترول، ان انا هحدد ايه؟ هحدد تايم من الى. اقدر كمان اعمل مور كنترول، انا هعمل وايت ليست لشويه بابليك اي بي ادرسيز يبدا يشتغل من عليها، وبعد كده هيبدا يديك الايه؟ الكي، ويديك التوكن اللي انت تقدر تشتغل عليه. سواء الكي او التوكن تقدر تشتغلهم من المايكروسوفت ستورج اكسبلور، او من خلال الاذر سي ال اي زي ما هنقدر نعمل دلوقتي ونقدر نشتغل من عليه. طيب انا عايز مور كنترول، وفي نفس الوقت مش كل مره اغير الكي. ده على ليفل الكونتينر، حاجه اسمها ستورد اكسس بوليسي. ستورد اكسس بوليسي دي بتكريت بوليسي بيزد اون بيرميشن معين، وليكن هشيل منهم الديليت واسميها نو ديليت. وبعد كده وانا بكريت الساس الشيرد اكسس سيجنتشر من جوه الكونتينر، اقول له انت هتكريت الساس دي، الساس توكن دي بيزد اون ستورد اكسس بوليسي. بيزد اون ايه؟ ستورد اكسس بوليسي. عايز اعدل فيها تاني، تعدل في الستورد اكسس بوليسي، ويقدر يعمل وينفذ ويعمل كل الكلام اللي انت قلته عليه من غير ما تدي له كي جديد، من غير ما تدي له ايه؟ كي جديد. فدي كلها ليفلز على ليفل، على مستوى الستورج اكونت، سواء على الستورج اكونت كله، او سواء على سيرفيسز معينه، او سواء على الكونتينر ليفل، ان انت تستخدم الستورد اكسس بوليسي. حاجه اخيره، حاجه اسمها اللايف سايكل. من جوه الستورج في عندي حاجه اسمها الستورج لايف سايكل. ايه اللايف سايكل دي؟ بقعد شويه ستيتمنتس او اف ستيتمنتس. يعني احنا كنا عارفين طبعا ان انا عندي في الكونتينر في عندي هوت، وعندي كول، وعندي كولد، وعندي اركايف. صح صح. انا ممكن اعمل ايه بقى؟ ممكن اقول له يا فندم لما الداتا يعدي عليها مثلا الداتا دي يعدي عليها 10 ايام وديها للكود، ولما يعدي عليها مثلا 15 يوم وديها للكود، وهكذا. ممكن اقول لما الداتا دي ما حدش يقعد ياكسسها لمده 15 يوم وديها للاركايف او وديها لكذا. فبتعمل الكلام ده بيزد اون كونديشن. يعني مش لازم انا اقعد اعدل بقى ايه مانيوالي، لا انا بدخل على اللايف سايكل دي. من جوه اللايف سايكل دي اقدر اقول له اف ستيتمنت، لو الداتا دي بقى عدى عليها 10 ايام واديها للكولد، مش مده معينه. طبعا مايكروسوفت بتقول لك مثلا يعني 30 يوم تكون في الكول، 90 يوم تبقى في الكولد، 180 يوم تروح للاركايف. مش لازم التزم بده، ولكن انت ممكن تعمل البوليسي بتاعتك زي ما انت عايزها. ده كده كان الشرح بتاع الايه الاكسس او الستورج اكسس، من خلال سواء هنستخدم البورتال، او هنستخدم السي ال اي، او هنستخدم الاذر باور شيل او الاذر شيل، او هنستخدم الريست اي بي ايز او الاس دي كي سوفت وير ديفلوبمنت كيت، او من خلال البرنامج اللي هو مايكروسوفت اجر ستورج اكسبلور.